عليكم مشاهدي. اليوم غنعملوا واحد الحريشات صغارين اللي كيجيو اكثر من رائعين في المذاق وفي الشكل، ونتمنى لكم فرجه ممتعه. هنا بواحد الجبانيه كنعملوا 3 الكيسان السميد الرقيق، كنضيفوا عليه ملعقه ديال السكر حبيبات، كنزيدوا عليه نصف كاس ديال الزيت النباتيه على هذا الشكل، غنضيفوا عليها ملعقه الزبده اللي كتكون خاصه بالاكل او من النوع الممتاز اللي كتكون خاصه بالحلويات. انا غادي نخلط الكل. هنا من بعد ما رملتها مزيان، ضروري من هذه الطريقه هذه هنا سر من الاسرار نجاح الحرشه. هنا غنضيف عليها القليل من الملح، كيبقى على حسب الذوق ديالكم. اصحاب الضغط ينقصوا من الملح. هنا كنضيف 7 غرام ديال الخماره كيماويه والقليل من خميره الخبز. كنجيب كاس ديال الماء دافي، غادي نضيف شويه بشويه ونحرك على هذا الشكل. التحريك يكون غير بالاصابع ماشي بالعجن، لانها غادي تخسر لكم. هذا ثاني سر باش تنجح لكم الحرشه، غير بالاصابع ديالكم في هذا الشكل هذا. كتدخلوا الماء من بعد ما كنحركها مزيان بالاصابع، غادي نغطيها ونخليها على جنب 5 ديال الدقائق. وندوزو نكملوا هاد الطريقه. من بعد ما كدوز 5 دقائق مباشره كيكون عندي القليل من السميد على جنب. نعملوا شويه السميد على هذا الشكل. غادي نجيب العجين ديالنا كنعملها كويرات على هذا الشكل. بغيتو تعملوها كبيره عملوها، انا بغيت نعملها كويرات صغيره. غادي نفندها على هذا الشكل في السميده. في هذه الاثناء كيكون عندي المقله فوق النار، كتعملوها كويره على هذا الشكل. غادي نعملها مباشره في المقلاة. ما شاء الله كتعرفوها ناجحه بنفس الشكل. كنعمل كويره بهذا الشكل. غادي نفندها في السميده. على هذا الشكل هذا كتعملوها. لا عندكم ديك القالب اللي كيكون مدور عملوها فيه، فهي كتجي دائريه بشكل جيد. انا بغيت نعملها مع الناس اللي ما عندهمش العمود. كتجي بهذا الشكل. نعمل خبيزات على هذا الشكل في المقلاة. نقلب الخبيزه الاولى ما شاء الله كتحمر بهذا الشكل. كيبقى لكم اختيار اي مقله عملوها فيها، ولكن هذه كتجي احسن. كتجي على هذا الشكل، كتجي رائعه. النظر ديالها كتحمر. غادي نستمر حتى نساليها كامله. نتلاقاو مع الشكل النهائي. هذه هي الحرشه ديالنا من بعد ما وجدت، كتجي اكثر من رائعه. كنتمنىكم تجربوها، فهي كتجي رائعه في المنظر وفي الشكل. بسم الله. كتجي من الداخل ديالها على هذا الشكل هذا، هشيشه ورطبه. الى فيديو قادم ان شاء الله.